وهكذا قررت بعد ذلك أن أترك السعودية وأرجع، ورجعت فعلا إلى اليمن ودرست في جامعة صنعاء في كلية الآداب في قسم الدراسة الإسلامية سنة كاملة، ترمين، ثم لم أستقر بسبب أنني وجدت هناك كذلك مضايقات من الوهابيين في الجامعة نفسها، فقلت في نفسي هربت من وهابيين السعودية ورجعت إلى وهابيين اليمن، وبدأت أتضايق منهم ومن سخرياتهم. بدأ الدكتور في الجامعة كذلك للأسف الشديد، دكتور معروف كان وزيرا كذلك، بدأ يتمسخر من الإمام ويتكلم في الإمام بطريقة عجيبة جدا، وبدأ لا أستطيع في الجامعة وأنا في بلدي أن أرد عليه بكلمة. كانت تريحني، كانت هناك بنت كانت ترد عليه دائما أصلا، كانت هي التي تتهجم، واستفدنا أنها مرأة لا يتجرأ أحد أن يقف أمامها، ولا يتجرأ أحد كذلك أن يضربها أو أن يؤذيها لأنها مرأة. كان كلما يتهجم على الشيعة تقول له احترم نفسك أيها الدكتور، لا تتكلم في مذهب الشيعة. تقول لها أنت شيعية، تقول لست شيعية ولكن أنا لا أسمح لك أن تتكلم عن الشيعة. فكان إذا يريد يتكلم عن الشيعة يقول أيتها الفتاة ماذا تريدي؟ كان يخاف الدكتور. فالحمد لله قلت الحمد لله، هيا الله هذه المرأة لتتصدى للدكتور وتتصدى للطلبة.